بعيدا عن قضايا القتل والدم واللي غالبا بيتم حلها عن طريق أدلة مادية، فقضية النهاردة اللي كشف لغزها فنجان قهوة، طرف خيط وأصل الحكاية. لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهاردة. قضية النهاردة من محافظة الدقهلية وبين مركز منيا النصر ومحل الدمنة تبدأ قصتنا، وتحديدا يوم الثلاث الموافق 5/12/2017 وبالتقريب الساعة 8 الصبح. بعض الأشخاص اللي بيمروا من طريق أرض زراعية مجاورة المصرف وخط قطر سكة حديد بيلاقوا شخص نايم على الأرض، ولما بيقربوا منه بيكتشفوا إنه ميت. واحد من الناس اللي شافوا الجثة اتعرف عليها بحكم إنه جاره، والمكان اللي اتوجدت فيه الجثة يبعد عن مساكن الظهور واللي هي محل سكن القتيل 5 دقايق مشي، بالظبط 800 متر من محل سكنه. بس يا ترى مين المجني عليه وايه اللي جابه هنا؟ والاهم هو سبب الوفاة. وكالعادة خليك فاكر اني بسرد عليك الاحداث بأدق تفاصيلها عشان اعيشك كل لحظة فيها، وان الغرض مش الإطالة. وقضية النهاردة بالأخص لغزها هيتحل على حد تعبير المحامي في 3 كلمات: توقيت شرب القهوة. شرب القهوة الساعة كام؟ 7:30. ولأن الوقت ركن أساسي في قضية النهاردة فركز معايا في كل تفصيلة تخص الوقت. بس قبل ما ندخل في تفاصيل القضية خلينا نرجع بالزمن لسنة 2004 ونتعرف على شخصية القضية. المجني عليه محمد عبده الشربيني، واللي كان بيشتغل تاجر خضار وبيتعرف على كريمة السيد عبد الحميد اللي أعجب بيها واستلطفها وقرر إنه يتجوزها. بس كريمة كانت الزوجة التانية. محمد من مركز منيا النصر، وبعد ما اتجوز كريمة عاش معاها في مركز محل الدمنة وخلف منها بنتين صابرين وياسمين. والبنت الأصغر ياسمين كانت مريضة وبتعاني من مشاكل في الغدة الدرقية. قصة حب كريمة ومحمد كان بيتضرب بيها المثل، بالرغم ان أهل الطرفين كانوا رافضين الجوازة دي من الأول شكلا وموضوعا، لدرجة ان كريمة اللي وقتها كانت بنت بنوت ما تعملهاش فرح، ومع ذلك عاشت مع محمد ورضيت وكانت جنبه كتف في كتف. واليوم اللي يتعب فيه هي اللي كانت بتنزل وتبات في السوق وتشتغل مكانه، بتشيل وبتحط وتبيع وتشتري وتدافع. كان حبها لمحمد. بس ايه اللي يخلي كل ده يتبدل في لحظة ويخلي كريمة هي المتهم الوحيد في قتل جوزها؟ وده طبعا بناء عن تحريات المباحث اللي وصلت لمعلومة ان كريمة ومحمد كان ما بينهم مشكلة قبل الحادثة بأسبوع، ومحمد كان سايب البيت ورجع لبيت أهله في مركز منيا النصر. بس السؤال ايه اللي جاب محمد جنب بيت كريمة؟ وهل كريمة قررت تخلص منه؟ ايه هي المشكلة اللي ممكن توصل كريمة للقتل؟ وده اللي هنعرفه خلال السرد. الغريبة ان القضية دي لها 3 فرضيات، واقواهم ان كريمة هي الفاعل، لكن الفرضية الاخيرة هي الاغرب واللي في نفس الوقت هتكون صدمة. نرجع تاني ليوم 5/12. الأهالي بيتصلوا بالنجدة وبيقدموا بلاغ إنهم لقوا جثة في أرض زراعية، وتحديدا بعد المصرف وقريب من شريط القطر. والمكان بالتحديد وصفه مهم لأنه هيساعد في حل لغز القضية. بتيجي الشرطة والطب الشرعي لموقع الحادثة، والغريب إن محمد ما كانش باين على شكله إنه ميت. لبسه مترتب ونضيف وموبايله جنبه وفلوسه جوه محفظته، حتى ما فيش أي خدش واحد أو كدمة في جسمه ممكن تقول إن في حد اتهجم عليه أو قتله. الموضوع في خلال وقت قليل بدأ يسمع، وناس من اللي اتعرفوا على محمد راحوا لبيت مراته عشان يبلغوها، اللي خرجت من بيتها حرفيا وهي بتزحف لأن رجليها في الوقت ده كانت مكسورة ومتكبسة. وده كان قبل الحادثة وقبل محمد ما يسيب البيت. وخليك فاكر إني قلت لك إن رجلها متكبسة لأن دي برضو تفصيلة مهمة. وتوصل للمكان اللي فيه الجثة وتشوف قدامها محمد جوزها وهو ميت، عشان في ساعتها يغمى عليها وتفوق كريمة، لكن تلاقي نفسها جوه اسم الشرطة وبيتم استجوابها. آخر مرة شفتي محمد إمتى؟ وهل في بينك وبينه أي خلافات أو بينه وبين أي حد تاني أي خلاف؟ وردها أنا ما شفتوش من أسبوع، والمفروض إنه كان جاي امبارح يديني فلوس عشان ياسمين بنتنا هتعمل عملية، وفضلت منتظراه وما جاش، والساعة جت 12 وجي صاحبه عشان يسأل عليه، وفي وقتها قلت له نفس الكلام إن ما شفتوش وما جاش بقاله أسبوع. في الوقت ده المباحث كانت بدأت تحرياتها، ورغم إن التحريات أثبتت إن علاقة كريمة ومحمد فعلا علاقة كويسة وإنهم بيحبوا بعض، إلا إن المشكلة اللي حصلت من أسبوع كانت مشكلة كبيرة ومتولي وكريمة كان طرف فيها.
المشكلة بدأت لما كريمة ومحمد كانوا راجعين في يوم ببنتهم من المستشفى، ولقى النور قاطع بسبب كارت الكهرباء اللي ما كانش مشحون. فبياخد محمد الكارت عشان يروح يشحنه، وبيقابل متولي أخو مراته وبيقف يدردش معاه، عشان محمد من خلال كلامه مع متولي يعرف إن متولي رايح للميكانيكي عشان يصلح حاجات في عربيته وهيتأخر عنده، وبعدها كل واحد منهم يروح مشواره. لكن محمد يرجع على بيت متولي اللي عارف إنه مش موجود في البيت، وبالرغم من معرفته بعدم وجود متولي يدخل البيت ويعتدي على مراته. طبعا في الوقت ده مرات متولي بتهينه وبتطرده بره البيت، وتتصل في وقتها بكريمة وتحكي لها اللي حصل، واللي على أساسه حصلت الخناقة اللي بين كريمة ومحمد، واللي بسببها حصل قعدة عرفية من ناس كبيرة، وكان حكمهم إن محمد يسيب البيت ويمشي وما ينفعش يقعد فيه تاني. فقرر محمد إنه يسيب فعلا زوجته والبنتين ويرجع لبلد أهله. وطبعا الكلام ده كان دليل قوي ضد كريمة ومتولي، كريمة اللي هتنتقم بدافع الغيرة والكرامة، ومتولي طبعا بدافع الانتقام لشرفه. لكن تقرير الطب الشرعي والشاهد اللي هيظهر هيبرئوا متولي ويأكدوا الشبهة على كريمة. تقرير الطب الشرعي بيقول إن الوفاة كانت ما بين الساعة 11 و12 مساء، وتحديدا يوم 4/12، وسبب الوفاة في الصفة التشريحية هي وجود مادة أملاح الفوسفيد، وده الاسم العلمي لسم الفئران، واللي ثبت التهمة على كريمة وتحويلها من مجرد مشتبه فيها في القضية لجاني الشاهد محمد منجل صديق المجني عليه، وكان معاه على كافيتيريا الأنس، ودي كافيتيريا قريبة من المكان اللي لقوا فيه الجثمان بتاع محمد. وعشان ما يحصلش لخبطة وتوه مني أثناء السرد، لأن الشاهد والمجني عليه اسمهم محمد، فالشاهد هنستبدل اسمه بمنجل، واللي يعتبر لقب عيلته. نرجع تاني لشهادة منجل، واللي قال إن قابل محمد على كافيتيريا الأنس الساعة 6:30، وفضلوا قاعدين وشربوا قهوة وسابوا الساعة 9 مساء، على أساس إن منجل هيروح بيته ومحمد هيقابل مراته عشان يديها فلوس العملية بتاعت بنتهم. والوقت من الكافيتيريا لبيت المجني عليه ياخد مشي بالتقريب من ربع ساعة لنص ساعة. بيكمل منجل كلامه إنه اتفاجئ بمحمد بيتصل بيه الساعة 11:15 مساء وبيقول له الحقني أنا بطني بتتقطع وبموت، وبعدها الخط بيقطع. والساعة 12 صباحا بيروح منجل لبيت محمد عشان يسأل عليه، ويقابل كريمة زوجته ويسألها عن محمد، وكريمة بتقول إنه ما جاش ولا شافته، بس قعدت تدعي عليه وقالت لمنجل أنا عايزة الفلوس عشان عملية بنتي، خليه يجيبها يا إما ديته عندي سم فران. وهنا منجل يفتكر آخر كلمة المجني عليه قالها له في الكافيتيريا قبل ما يسيبه ويمشي: لو اتأخرت اسأل عني، ولو ما لقيتنيش دور عليا. وطبعا بعد كل ده تثبت التهمة على كريمة عشان يتم حبسها لمدة 2 على ذمة القضية، وبناتها الاتنين صابرين اللي كانت وقتها في أولى إعدادي وياسمين اللي كانت في 3 ابتدائي يتم وضعهم في أحد دور رعاية الأيتام، لأن أهل الأب رفضوا الاعتناء بيهم أو حتى استلامهم. وبعد مرور 2 حبس على ذمة القضية، وفي يوم 2/9/2019 يصدر حكم بإعدام كريمة السيد، وتقعد 4 سنين كمان في انتظار اليوم اللي هيتنفذ فيه حكم الإعدام. ومهما اوصف لك قد إيه الشخص اللي محكوم عليه بالإعدام ده عايش في رعب وخوف، وبيموت حرفيا في اليوم 1000 مرة. بيموت مع أي صوت رجل بتقرب من زنزانته أو حتى باب زنزانته لو حد فتحه. فتخيل بقى ان الست دي عاشت الاحساس ده لمدة 4 سنين، وكل الادلة اللي استندت اليها النيابة من خلال التحريات المقدمة للمحكمة كدليل ان كريمة هي الجاني هي ادلة يطلق عليها في علم القانون ادلة استنتاجية وليست ادلة مادية. يعني ادلة كانت قايمة على الاستنتاج، بمعنى ادق مفيش دليل مادي واحد ضد كريمة ان هي الفاعل، زي مثلا اداة الجريمة او حتى شاهد شافها وهي بتنقل الجثمان للمكان اللي لقوه فيه. واستنتاج التحريات قام على ان الدافع هو الانتقام. ولو خدت بالك انا قلت لك ان في 3 فرضيات، والفرضية التانية هي ان منجل صديق المجني عليه ممكن يكون الفاعل، بس دي فرضية ضعيفة، وخصوصا ان مفيش دافع. والتحريات اثبتت ان منجل كان في بيته وقت الوفاة، وان فعلا بتفريغ مكالمات تليفون المجني عليه تم اثبات ان محمد اتصل بمنجل في الوقت اللي قال عليه، وان كل تليفون فيهم كان متصل ببرج شبكة غير التاني، وده يثبت عدم وجود منجل في محيط مسرح الجريمة، وانه فعلا بعد الاتصال ده راح للبيت عشان يتأكد من وجود محمد وقابل كريمة. كده ما يفضلش غير آخر فرضية، لكن قبل الفرضية دي هنتعرف على الشخصية الأخيرة واللي يعتبر بطل قصة النهاردة، لأن هو الوحيد اللي كشف اللغز وحل القضية. والشخصية دي هو المحامي وهدان الباز اللي تولى القضية يوم 3/9/2019، وده تاني يوم صدور حكم الإعدام على كريمة.
الأستاذ وهدان ركز على نقط أنا متأكد إن حضراتكم أكيد ما خدتوش بالكم منها أثناء السرد، وحول شاهد الإثبات والأدلة لشاهد وأدلة نفي تثبت براءة كريمة. ووقتها لو سألت أكثر المتفائلين كان هيرد عليك إن الإعدام ممكن يتحول لحكم مخفف وهو السجن المؤبد، خصوصا إن القانون المصري في نص المادة 233 من قانون العقوبات بيجرم ويغلظ من جريمة القتل بالسم، لأنها من أبشع صور القتل، والجاني فيها بيستغل ثقة المجني عليه لوضع السم في الشرب أو في الأكل. وبالرغم من كل ده أدلة الأستاذ وهدان حولت الإعدام لبراءة. أولا كريمة قبل الواقعة كانت مجبسة رجلها، يعني صعب عليها إنها تتحرك، فإزاي هتنقل جثة ميتة وتقيلة لمكان يبعد عن بيتها 800 متر؟ مش بس كده، ده كمان في أرض زراعية بيفصلها عن المنطقة السكنية شريط قطر سكة حديد ومصرف، غير إنها ساكنة في الدور الثالث، وكل ده وما صادفش إن حد شافها. فأكيد الحل الأمثل ليها إنها تجر الجثمان. ولو أخدت بالك أنا قلت لك حسب ما تم ذكره في محضر التحقيقات إن الجثمان ما كانش باين عليه أي خدوش أو كدمات، حتى لبسه ما كانش متطرب. وحسب افتراضية إن كريمة هي الفاعل ونقلت الجثمان، وده أكيد مستحيل، فلو جرته كان أقل ما يجب جسمه هيبقى فيه خدوش ولبسه هيبان عليه، وعلى أقل تقدير هيكون متطرب. أما بالنسبة للجملة اللي قالها المجني عليه لشاهد الإثبات قبل ما يسيبه، لو غبت يبقى أسأل عليا ولو ما لقيتنيش دور عليا، فده مش بالضرورة إنه يكون معناه إن المجني عليه كان خايف إن كريمة تأذيه، لأن اللي خلاه يقعد أكتر من ساعتين على القهوة مع صاحبه فكان ممكن ياخده ويروحوا الكريمة يدوها الفلوس، على الأقل لو حصل حاجة صاحبه هيبقى معاه ويلحقه. حتى الاتصال اللي تم ده كان دليل على براءة كريمة، لأنه في الوقت ده لو كانت كريمة هي الفاعل كان محمد قال لصاحبه إن كريمة سممته. والأهم من كل اللي فات هو الدليل العلمي اللي قدمه المحامي واللي تلخص في 3 كلمات: توقيت شرب القهوة. والدليل ده الطب الشرعي غفل عنه رغم أهميته. احنا قلنا إن محمد وصاحبه كانوا مع بعض من الساعة 6:30 لحد الساعة 9 مساء، وبعدها سابوا بعض، وإن أقل تقدير المجني عليه يوصل فيه لبيت كريمة هو في نص ساعة، يعني المفروض إنه يكون وصل 9:30. فلو فرضنا إنه شرب فنجان قهوة الساعة 9:30، يعني أول ما وصل، وده شبه مستحيل، فالصفة العلمية لمادة أملاح الفوسفيت إنها بتتفاعل مع الجسم البشري ما بين 4 ساعات لمدة تصل ل4 أيام، وده يرجع للحالة الصحية لمتعاطي المادة، يعني كل جسم غير التاني، لكن أقل مدة هي 4 ساعات. وبما إن تقرير الطب الشرعي حدد توقيت الوفاة الساعة 11، يبقى أقل تقدير لدخول المادة لجسد المجني عليه كانت الساعة 7، وده التوقيت اللي كان متواجد فيه على الكافيتيريا مع صاحبه. ومع كل اللي ذكرناه ده فالأستاذ وهدان المحامي بنى دفاعه على استنتاج، بس المرة دي الاستنتاجات عقلانية وفيها شيء من المنطق. وفي جلسة 17 يناير 2023 يتم النطق بحكم براءة كريمة السيد. والسؤال المهم: مين هو الجاني؟ وهنا يجي دور الافتراضية الثالثة والأخيرة واللي كان مفاجئ وصادم. والفرضية دي مجرد تخمين من البعض، ممكن تكون أقرب للحقيقة اللي لحد النهاردة محدش يعرفها، وهو إن الجاني هو نفسه المجني عليه، يعني محمد انتحر. والحقيقة إن حتى الفرضية دي ليها دلائل، وهي نفس الجملة اللي قالها صديق المجني عليه في تحقيق النيابة وشهد بيها في جلسة النطق بالحكم: ابقى اطمن عليا ولو ما لقيتنيش دور عليا. بس المرة دي تفسير الجملة كان ليه معنى تاني، لأن أكيد المجني عليه عارف إنه مش هيلحق يوصل للبيت، أو إنه أصلا لما بقى قريب من البيت خاف يدخل المنطقة من نظرات الناس ليه، وخصوصا إنه اتوصم بصفة هتفضل ملازماه العمر كله، وكمان لأنه شبه مطرود من بيته بقرار في جلسة عرفية لناس كبيرة مش هيقدر يكسر كلامهم ويرجع بيته مرة تانية. ففي لحظة ضعف وفي نفس الوقت لوم للذات قرر إنه ينهي حياته بنفسه، ودي كانت مجرد فرضية تحمل الصحة أو الخطأ، الله أعلم. وتفضل الجزئية دي لحد النهاردة لغز ما اتحلش. والسؤال الأهم: ليه منجل قال كلام على لسان كريمة هي ما قالتهوش، وإنها هددت بقتل جوزها، واللي من وجهة نظري إن منجل ممكن يكون مخبي سر محدش يعرفه. مفيش شهود شهدت عليا غير شاهد انا بوكل ربنا فيه، ان هو جه اتهمني باتهام زور، شهد عليا زور، ده امامه عند ربنا كبير قوي، وانا بقول له ربنا يسامحك. وتخرج كريمة بعد 6 سنين، وصابرين اللي كانت سايباها في أولى إعدادي بقت في 3 ثانوي، وياسمين اللي كانت في 3 ابتدائي بقت في 2 إعدادي. وإيمانها بقضاء ربنا وإيمان المحامي ببراءة موكلته اللي أثبت براءتها لما مسك طرف الخيط عشان القضية دي تكون دليل على صحة مقولة ياما في الحبس مظالم. ولحد هنا
ينتهي دوري عند السرد وبس، أما الحكم في الأول وفي الآخر فهيكون ليك. دمتم في أمان. سلام.